شوفوا لي ما احلى صينيه هاللحمه اللي ما بتشبه ولا صينيه لحمه انتوا جربتوها قبل هالمره. عملت لكم تتبيله يما يما الريحه، اشي عن جد بيفتح النفس. اليوم احبائي حنعملها بطريقه كتير سهله وبسيطه، وبوعدكم اطيب صينيه لحمه ممكن تجربوها بحياتكم. وقبل اي شيء يلا ننزل على التعليقات كالعاده، نصلي على الرسول اكسب اجر انا وانتو. احبائي بتمنى تضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحه يوصلكم اول باول، وتاخذوا هالفيديو مشاركه على صفحاتكم. اي وقت حبيتوا تطبقوا الوصفه بيكون هالفيديو مرجع لكم، ونقول بسم الله ونبدا. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي، عندي هون كيلو من اللحمة الراس عصفور أو أكبر من راس العصفور بشوي. أنا جايبة من الفخذ لأنه بتكون مليانة دهنة، ولكن لو حبيتوا تاخدوا أي قطعية من اللحمة فيكم تجيبوها وتاخدوا لية زيادة بيمشي الحال. تمام، شوفوا القطع اللي أنا جايبتهم أكبر شوي من راس العصفور. لو حبيتوا تستخدموا لحمة عجل ولكن تضيفوا دهنة خروف بتقطعوها مكعبات صغيرة، ولا أحلى ولا أروع ولا أطيب من هيك. عندي هون نص معلقة صغيرة من حبهان مطحون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، وما بنضيف أي نوع بهارات تانية أبدا أبدا أبدا. عندي هون معلقتين كبار من الماسترد أو المستردة أو معجون الخردل، معلقتين كبار مش أكتر من هيك للكيلو الواحد. وعندي هون دبس فليفلة، دبس الفليفلة هذا أنا عملته معاكم قبل هالمرة على الصفحة، فيكم إنكم تشوفوه. رح أضيف 3-4 معالق من الزيت النباتي، ما رح أكتر زيت لأني أنا أساسا اللحمة جايبتها مدهنة. وبظبط الملح وبدمج كل هاي المكونات مع بعض، وبعد هيك بتركه منقوع بالثلاجة ما يقارب ساعة. تمام، بغطيه وبدخله على الثلاجة من ساعة لليلة كاملة بيمشي الحال. لو ما كان عندكم وقت وحبيتوا انكم تستخدموها على طول بيمشي الحال، ولكن النقعة كتير اطيب. بعد ما طلعتها من الثلاجة بعد على الاقل 3 ساعات، انا تركتها مش اكتر من هيك، ححطها بصينية الفرن وبفردها بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. هلا انا رح اضيف الخضار كيف ما عم بتشوفوا. الخضار اللي انا حضيفها يفضل تلتزموا فيها، ونكهتهم كتير طيبة، ولكن لو حبيتوا تستبدلوا اي مكون بمكون تاني بيمشي الحال. انا مش كتير حابة اعقد عليكم الموضوع، اللي موجود عندكم ضيفوه بيمشي الحال. عندي هون راس كامل من الثوم، بس انا بس قشرته وتركت الاسنان مثل ما هي، ما قطعتها ابدا، ولكن طعمتها يا ويلي شو بتشهي. عندي هون بصل صغير اصغر حجم عندي، اذا مش موجود عندكم هذا الحجم فيكم تقطعوا الحبة ل4 بيمشي الحال. عندي ايضا فليفلة ملونة، استخدمت شي حبتين 3. عندي ايضا بندوره او طماطم حجم صغير، اذا موجود عندكم الشيري توميتو بيمشي الحال. عندي كمان فطر الفريش، انا مستخدم، فيكم تستخدموا المعلب. بعد ما حطيت كليات المكونات رح احط ملح وفلفل اسود مش اكتر من هيك. رح اضيف شي معلقتين كمان من الزيت النباتي على الخضار. تمام، وبضيف فنجان قهوة صغير من المي، ما بكتر مي ابدا 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 ابدا. لو كترتي مي بتطلع كتير مصوصية معك، اساسا الخضار رح تنزل كليات ميتها. تمام، عندي هون ورقة زبدة انا بس ببلها بالمي، تمام، لحتى تعمل لي كمر للحمة. وبعد هيك بغطيها بورق فويل وبدخلها على الفرن على درجة حرارة 200. الفرن محمى مسبقا اساسا عندي على درجة حرارة 250. بعد هيك بنزل الحرارة لل 200 على الرف الاول من تحت، ما بقرب عليها قبل مرور ساعة كاملة. بعد هيك بكشف عنها وبشغل عليها الشواي من فوق، وحقيقي حقيقي حقيقي من أطيب وألذ أنواع صواني اللحمة اللي ممكن إنكم تجربوها. انتوا بس شوفوا لي اللحمة دايبة دايبة يا جماعة، دايبة ذوبان، ولا الريحة يما يما الريحة شو بتشهي. لازم تجربوها. لو عجبكم هالفيديو وطبقتوا هالوصفة أبدا ما تنسوا إنكم شفتوه بمطبخ ملك عبد العال. أحبائي دمتم بألف خير، بشوفكم على خير وباي باي.